بصوا بقى يا حلوين، بنشتريها من بره ب 400 ب 500 وضمنها جزء فوق كمان. بأقل التكاليف هتعمليها. دي تورتة الايس كريم اللي في الحر ده ترطب على قلوبنا وعلى جيبنا كمان، وسعره هين علينا. هي مش هقولك رخيصة ولا غالية، بس سعر معقول وعلى قد الايد. بص تكاتها وحركاتها وجمالها. لو عايزة تعرفي سر تكات تورتة الايس كريم، تعالي يلا نشوف التكات والحركات في الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا؟ طبعا شفتوا الجمال اللي احنا شفناه في الاول. هيتعمل ازاي؟ عايزه بسكوت ساده، اي بسكوت شاي ساده. عايزه كريم كراميل، عندك كريم كراميل دانيت، كريمه خفق وكريم شانتيه ولبن، وحط عليه اللي هو بيجي معاه، بيجي كراميل معاه، حطها في اللبن. يلا نسمي بسم الله ونشوف هنعمل. هنسمي بسم الله وهفضي كريم كراميل الدانيت هنا. هيديكي طعم حلو قوي قوي زي ما احنا عملناه في الايس كريم. اللي شاف الايس كريم معايا طعمه كان تحفه. اهو هنسمي بسم الله وهنحط 4. اقل تورتايه ايس كريم بالحجم ده مش هتجيبيها من اقل 400 500 جنيه، والطعم عادي جدا جدا جدا. انت كمان اللي انت هتعمليه اللي احنا بنعملها دي هتبقى احلى منها مليون مره. كده حطينا اهو باكو كريم كراميل، وهنضربه مع بعض كويس قوي. هننزل عليها بكوبايه كريم شانتيه، وهنحط معاها اللبن زي ما احنا متعودين حبه حبه. ده لبن مسلك، عايزه تعمليه بالميه براحتك، وعايزه تستغني عن الكريمه السايله براحتك بقى. دي احنا هنحطها عشان تزود الدسامه وتزود القيمه الغذائيه بحبه اللبن. هنا هنضيف يعني بصوا حبه صغيرين قوي من كريمه الخفق. شايفاها كده تقيله سنه، هزودها حبه لبن. كده هتاخد بالظبط كوبايه ونص لبن. شايفاها تقيله؟ انا مش عايزاها تقيله قوي اهو. كده يبقى احنا كده كوبايه ونص بالظبط لبن. بصوا ده كده القوام اللي عايزاه. بصوا اهي. نركن بقى دي ونجيب الصينيه بتاعتنا اللبن، وادي البسكوت بتاعنا اهو. كده انا رصيته اهو، وارش عليه لبن بدل ما اقعد واحده واحده كده اهي، معلقه كده. طبعا الفوارغ دي انا هعملها دلوقتي قدامكم اهي اهو. املي كل حاجه فيها. هنا الناحيه دي برضو نحطها اهي اهي. اهو بصوا مليت كل حاجه اهي. في حته تانية مليت اهي. ما تخافيش، دي لما كله يتجانس مع بعضه ولا هتحسي اللي فيه حاجه فرق ولا حاجه. هنحط اللبن واحد عليهم كلهم كده يشربوا اللبن بس، بدل ما تحطي واحده واحده. هنجيب الكريمه اللي احنا عملناها هننزلها طبقه كده حلوه اهو. حطي طبقه من البسكوت كده اهو اهو. حطي بقى اي شكل كل الفراغات بقى امليها اهو بس كده. وهننزل بالجزء التاني
انا هعمل هنا طبقتين بس، انت عايزه تزودي بس ايه الطبقه التانية بقى كلها ايه الايس كريم ده. بصي المطه دي تحفه، انا عملت معاكم الايس كريم ده كان تحفه اهو كده اهو. بس وهسيبه بقى في الفريزر او في التلاجة على الاقل، يعني سيبيه في التلاجة على الاقل من ايه 3 4 5 ساعات، او من بالليل مثلا تعمليها وتاني يوم ايه تعمليها مستعجله عليها حطيها في الفريزر. بصوا بقى هنجيب بسكوت كده اهو، كسره كده اهو عليها كده اهو. ليه يا فاتن ما استنيتيش لما تطلع من الفريزر او من التلاجة؟ لا عشان تاخد من ايه كله ياخد من بعضه ويبقى طري، مش هيبقى طري قوي وهيبقى مقرمش كده، نص تقرمشايه كده بس جميل اهو كده اهو على الوش كده اهو. تحليه سهله وجميله ما خدتش ايه مننا اي حاجه. اهو كده مفيش اسهل من كده. طبعا بيجي مع الكريم كراميل اللي هو الكراميل ده. هنروح ايه بصوا اهو خدت حاجه بقى واحنا واقفين في المطبخ نروح عاملينها لعيالنا في الحر اللي احنا فيه ده، حاجه ساقعه وجميله اهي. ايه رايكم؟ تورته ايس كريم من غير ما تكلفنا اي حاجه، حبه بسكوت بيكو كريم كراميل، وعايزه تستغني عن الكريم كراميل ده نت مفيش مشكله خالص اهو. هنحطها في التلاجة لما تسقع وتطلع هوريها لكم. بصوا بقى رجعنا اهي بعد ما جمدت سيبناها في الفريزر ليله كامله. هنسمي بسم الله ونقطع ونشوف الحلاوه. طبعا هي تورته ايس كريم يعني سنه. بصوا بصوا طبقات البسكوت والايس كريم ايه الحلاوه دي اهي. بصوا ادي طبقات البسكوت والايس كريم ايه ده. الله حلوه جدا جدا جدا، جربوها مش هتندموا، وتكاليف معقوله مش غاليه قوي ولا رخيصه قوي، على قد الايد حلوه. وهتجيبوها دي بره بمبلغ وقدره، لا اعمليها انت فرحي عيالك بطبقات البسكوت مع الايس كريم اللي احنا عملناه هتطلع زي الفل. يا رب يكون الطريقه عجبتكم وسهله وعلى قد ايديكم، وجربوها وتقولوا رايكم فيها. ما تنسونيش اللايك والشير. سلام عليكم.